هلا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. تعالوا اليوم نعمل مع بعض وصفة الصينية بالفرن، صينية البطاطا بالكزبرة والثوم، وان شاء الله تعجبكم واكيد رح تدعولي، طعمتها كتير بتجنن. اول شي بنعمله قبل ما نقطع البطاطا هو انه نجهز اللحمة ونحطها على طرف. بنحط عليها ورقتين غار، كم حبة هيل، لازم نغسلها كتير منيح مشان تروح منها الزنخة. وراح احط الخل بيساعد انه تروح عنا الزنخة. اللحمة اللي استخدمتها لحم الدجاج منطقة الفخذ، كتير كتير طيبة يا صبايا، مدهنة شوي وما فيها عظم، بنصحكم انه تستخدموها، كتير رح تطلع طيبة بهالأكلة. وهلأ بنحطها على طرف وبنقطع البطاطا. نحتاج ل4 حبات بطاطا، لازم نقطعهم على شكل دوائر. اول شي بنعمله بالمدخرة، وبعدين بنحط عليها الخشبة مشان ما تتحرك معنا وتضل ثابتة. هلأ رح نجيب البطاطا ونقطعها على شكل دوائر، لا سميكة ولا رفيعة، كلهم نفس الحجم. اللي رح نعمله هلا يا صبايا، لازم نحط الزيت مشان نقلي البطاطا نص قلية. وبعد ما قلينا البطاطا نص قلية، بيجي دور اللحمة، لازم نقطع ونصفها فوق البطاطا. شوفوا، هي اللحمة اللي أنا بستخدمها فوق الفخذ، مليانة دهنة وطعمتها كتير بتجنن. وبهي الطبخة بالذات بنحتاج لتوم كتير، ولازم ندقه دق حصرا، لازم يصير التوم هيك مثل المرهم ويطالع المي اللي فيه. وهيك بنكون خلصنا من دق التوم. هلا لازم نعمل الصوص. بنحتاج لمعلقة كبيرة من الكزبرة اليابسة. انا من عندي رح احط نص معلقة من الكزبرة كمان اليابسة بس الخضرة. رح نحط معلقة كبيرة من الملح، وهلا بنضيف المي. هلا بنصف عليها اللحمة وبندخلها على الفرن لمدة 20 دقيقة، محمر من فوق ومن جوا. بنضيف الصوص اللي عملناه وبندعك كل المكونات مع بعضها. بغطيها بورق الزبدة، ومثل ما قلت لكم بحطها بالفرن لمدة 20 دقيقة. اعمل جنبها سلطة خيار بلبن، تطلع كتير طيبة مع سلطة الخيار. وفيكم تعملوا جنبها فتوش، السلطة اللي بتحبوها فيكم تعملوها. نحط اللبن، وهلا بنحط معلقة ملح، نعناع يابس. وبهي الأثناء مثل ما انكم شايفين تراكم علي كتير جلي، فلازم اجري جليات لبين ما تكون الطبخة خلصت وناكل على نظافة. وهيك بتكون طبختنا خلصت وطلعناها من الفرن بعد 20 دقيقة، وحطيتها شوي من فوق مشان هيك تاخد لون. الريحة يا بنات ما بخبركن قديش طيبة. وهلأ يا بنات صار وقت انه ندوق. وهلأ رح دوق واعطيكم رأيي بكل صراحة. الريحة بتجنن. رح اقرب لكم اياها، ما بعرف اذا مبينه. دمار، بنصحكم انكم تجربوها عن جد، خدوها نصيحة مني. هاي الوصفة كتير بتجنن، وان شاء الله تكون عجبتكم وصحتين وهنا. لا تنسوا تحطوا لي لايك وتتابعوني على التيك توك والانستغرام. وباكا باكا.